السلام عليكم اخوتي، معكم الزاهي رضا في سلسلة ملخصات دروس أولى بكالوريا استعدادا لامتحان الجهوي، واليوم مع تالي الدرس من مدخل الحكمة وقاية المجتمع من تفشي الفواحش. وعلى بركة الله نبداو لا فيديو ديالنا. ملخص درس وقاية المجتمع من تفشي الفواحش. أولا، مفهوم الفاحشة وحكمها. تعرفوا على مفهوم الفاحشة؟ الفاحشة ما عظم قبحه واستنكره الطبع والفطرة السليمة من قول أو فعل كالزنا. حكم الفاحشة: حرم الله تعالى جميع الفواحش الظاهرة والباطنة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق الله العظيم. سورة أعراف آية 33. ثانيا، أساليب وقاية المجتمع من الفاحشة. أولا، التربية الإيمانية العملية، تقوى الله والصبر عن المعصية والتحلي بالعفة والحياء. ثانيا، الامتناع عن تعمد إشاعة الفواحش، توعد الله من فعل ذلك بالعذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثالثا، عدم المجاهرة بالفواحش، إن الله تعالى يستر عباده ويكره الجهر بالمعصية. رابعا، غرس قيم العفاف، تيسير سبل الزواج والإحصان ومقاومة المغريات. ثالثا، التحلي بالفضائل وبثها في المجتمع درعا للفواحش. درع الفواحش وإبعادها عن الناس يكون بالتحلي بفضائل الأخلاق ونشرها في المجتمع، وتربية الأبناء على قيم العفة والحياء، ووقايتهم من انهيار الأخلاق وانتشار الأمراض. حتى هنا غادي نكونوا ثانيين الملخص ديالنا. كنتمنى يكون نال إعجابكم ويكون كل شيء واضح، وما تنساش معك واحد لايك وابوني تشجعني نعطي اكثر، والله يوفق الجميع وشكرا لكم.